الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، من قرأ سورة الكهف فبلا شك أنه يكون مشوقا إلى معرفة مصير مآل هؤلاء الفتية الأكارم بعد انقطاع من الزمن ومن الناس وسير الحضارة. أيها الإخوة، ومجريات الأمور 309 سنوات. تجمع تقريبا كتب الحكاية والقصص والتاريخ على أنهم ماتوا بعد أن لقوا الملك المؤمن، ملك آخر ليس الملك الذي طاردهم وفزعهم وأخافهم، ملك مؤمن. أيها الإخوة، أنهم اختاروا بين يديه بعد أن التقوا الموت. والسؤال لماذا؟ نتيجة طبيعية أنا موقن بها، أنهم اختاروا ذلك وماتوا أيها الإخوة، لأن بونا بمستوى أو بعمر 309 سنوات لا يمكن لأي عبقرية بشرية فردية إلا أن تكون عبقرية الأنبياء والمرسلين المعصومين من عند الله تبارك وتعالى، الذين أطلعهم الله على الملكوت كما أطلع محمدا وإبراهيم، ملكوت السماوات والأرض. مستحيل على غير هؤلاء أن يردموا هذه الهوة. لذلك كانت النتيجة طبيعية جدا كما تحكيها كتب الحكاية والقصص والتواريخ. انتهى، مستحيل، مفصولون عن الزمن، لا يمكن أن يؤدوا دور الشهادة لأنهم لا يستطيعون أصلا أن يشهدوا. الموضوع أكبر من ذلك بكثير. أعتقد أن كلكم جميعا قرأتم رائعة الأديب الإسباني الكبير ميغيل دي سيرفانتس، دون كيشوت. كلنا رأيناها في صور متحركة، قرأناها في قصص مرخصة، أو قرأناها كاملة بترجمة بدوي عبد الرحمن بدوي. رائع، من روائع الأدب العالمي. قد يقرأه إنسان بغير حسن نقدي ويتساءل ماذا في هذه الرواية الغريبة؟ رواية تجعلك تتعاطف إلى أبعد حدود أمداء التعاطف مع هذه الشخصية الماجدة النبيلة ذات النوايا الحسنة. كان يحمل المسكين وقد ترفع بلباسه العسكري القديم الذي ينتمي إلى عصر كان، ويحمل سيفه ورمحه ويصيح غير مرة في حامل سلاحه وخادمه سنشو، يقول له أنا رسول العناية الإلهية، إن الرب من السماء أرسلني لكي أستبدل هذا العصر الحديدي، لكي أغير هذا العصر الحديدي وأعيد الناس إلى العصر الذهبي، عصر الفرسان الجوالة المتجولين، وهو منهم، يعد نفسه منهم. نية بلا شك نبيلة لكنها مستحيلة. هذه النية لماذا؟ لأن المسكين وقد كان مثقفا. انتبهوا، بعض الناس يقول كيف هذا دكتور في الجامعة الفلانية وعنده شهادات وألف 30 مجلدا، كيف يفكر بطريقة خاطئة، بطريقة الأفكار المنسوخة؟ طبيعي جدا، إنها الطريقة الدونكيشوتية. مأساة الأمم أيها الإخوة والأفراد حين تستبد بهم الطريقة الدونكيشوتية في نظر الأمور. هذا يحصل في كل أمة، بالذات الآن حاصل على أحسنه في هذه الأمة المرحومة المسكينة. أي والله، تأكلنا دونكيشوتية عاجزة ماجدة لكنها مستحيلة. هذا الرجل كان مثقفا واسع الاطلاع، في مكتبته 300 كتاب عن ماذا؟ عن الفروسية وآدابها وتقاليدها وأبطالها الأسطوريين والحقيقيين. لم تفعل غير أن باعدت بينه وبين عصره. وقد كانت في نظري عبقرية ميغيل دي سيرفانتس أيها الإخوة متجلية في أنه جعلك تشعر حين تقرأ هذه الرواية العظيمة تتعاطف معه إلى حد بعيد، في نفس الوقت لا تملك نفسك أن تسخر منه وتضحك بالأعماق. هذه المفارقة، هنا عبقرية سيرفانتس. لماذا؟ لأن هذه المفارقة في موقفك أنت كفاعل في الرواية، كقارئ لها بلغة ما بعد الحداثة، هذه المفارقة تحكي المفارقة الأصل. هو كان يعيش عصره بلا شك كما نعيش نحن الآن عصرنا، لكن بأي معنى، بأي لحاظ؟ يعيش عصره بلحاظ أنه يدرك أدواره. يقول عصر حديدي مش عصر ذهبي، عصر رديء جدا، معلول، ملتات، صحيح. يدرك علل عصره، يدرك أيها الإخوة لوثات عصره، مجال أو مجالات ومواطن النقص، الإصابات في هذا العصر، يدرك هذا جيدا. لكنه في نفس الوقت يغيب عن عصره، يعمى عنه، لا يدرك، لا يبصر. بلحاظ ماذا؟ بلحاظ لغة العصر، رطانة العصر، مش اللغة لغة اللسان، لغة ثقافية، لغة الحضارية، الوسائل التي بها يمكن إعادة صياغة وبناء وتركيب هذا العصر من جديد ليكون فعلا عصرا ذهبيا. لا يحسن هذا المسكين لأنه ينتمي إلى عالم قد غبر. هذه المفارقة.
لذلك تجلت في شكل مفارق أيضا من القارئ، تتعاطف معه باللحاظ الأول لكنك تسخر منه وتضحك باللحاظ الثاني. هذا ما وقع للكثيرين. وإذا كانت عبقرية هذا الإسبان الكبير أيها الإخوة قبل 400 سنة قد نجحت في تصوير مأساة فرد، فهل من عبقرية تنجح في تصوير مأساة أمة قد تفكر في مجموعها أو في جلها بطريقة مشابهة؟ أيها الإخوة، إن علينا أن نكون أكثر جرأة في طرح الأمور أيها الإخوة، وفي وصفها وفي وصف الحلول لها أيضا. نعم يمكن أن تكون هذه الحلول باطلة وخاطئة، لكن لا يمكن أن نعرف الحقيقة أيها الإخوة مرة واحدة وبضربة واحدة. سئل مرة الفيلسوف الملحد برتراند